ليلة عادية كيف العادة، حتى كتسمع في وقت متزامن 4 ديال التفجيرات. الحدث اللي بقى محفور في الذاكرة ديال المغاربة والعالم، الحدث الإرهابي اللي زعزع ليلة الدار البيضاء، غيبقى واحد من الأحداث الإرهابية اللي طرات في العالم، خربق الناس اللي سمعوا بيها ولا اللي كانوا حاضرين في سوق العملية. في هاد الحلقة غندويو على الأشخاص، الطريقة وكيفاش وقع هاد الحدث الإرهابي. كيف العادة زرع الكتف، زيد الصوت، مشينا. الجمعة 16 ماي 2003، نهار عادي، نهار العبادة وليلة التفرقع. هكا فكر 14 واحد من منفذي العملية. بداو بهاد خونا عبد الحق بن ناصر، هو الامير اللي عطى الفكرة الاولى لعملية 16 ماي. هاد خونا اللي عطى الامر لعبد الفتاح بوريقدان، وهذا واحد من دوك 14 منفذ. هاد الاخر بدا في استقطاب الشباب من خلفية فقيرة، واكل الدق ديالو بصح، وبدا يزرع فيهم الفكرة ديال الجهاد والشهادة، داكشي اللي كيتبع بالجنة وحور العين. أغلب الاجتماعات اللي كدار ما بين الأمير 3 الرئيوسة الكبار اللي تحت منه، اللي هما عبد الفتاح بولقدان، محمد مني، والثالث ما كانش مصدر بزاف عليه، سميتو ياسر الحنج. ودراري جداد اللي يقدروا يستدرجوهم داكشي اللي ذكرتو من قبل، حتى بأنهم غادي يأمنوا لوالديهم صرف زوين. كان داروا الاجتماعات ديالهم في الجامع ولا في شي بلاصة في طوات السكويلة في سيدي مومن. قبل شهور من ساعة الصفر تقسموا دوك الدراري اللي تختاروا الشهادة في سبيل الله كما كيلقنوهم ل4 ديال المجموعات تابعين نفس الخلية. من التقطير الفكري وزرعوا فيهم الفكرة ديال الموت بشكل عادي، دازو للتقطير الجسدي، جراو كيفاش تقتل، طريقة باش تفجر داكشي اللي لابس وما إلى ذلك. منين سالاو هادشي بداو في الصناعة ديال أهم حاجة في هاد العملية، وهي القنبلة. اللي كما جا في الرواية باللي اللي تكلفوا بهاد الفقرة هما عبد الفتاح بولقدان ومحمد مهني. هادشي كما جا على الهضرة ديال محمد العامري. قبل نهار من ساعة الصفر جمعوا أفراد المشاركة في هاد الروينة في الدار ديال محمد العامري. يوم العملية الجمعة 16 ماي 2003، من بعد العبادة ديال الله في صلاة الظهر، ذاتو تبتو دوك الدراري بأشرطة ديال الحروب اللي طرات ما بين الأفغان والسوفيات، والشيوخ اللي كيدويو على الشهادة وتشارجاو مزيان. كرطلو للحياة من بعد العشاء باش ما يتفرشوش، وتأكدوا لأن الماتريال راه مقاد. دارت آخر أبيل بين العامري والأمير ديالهم، عطاهم المباركة ديال العملية، وتوادعوا على أنهم يتلاقاو في الجنة. كيفاش؟ ما نعرف. من بعد هاد الابيل توجهوا 4 ديال المجموعات، كل شاد طريق للبلاصة اللي غيتفرقعوا فيها. تكونوا دوك 4 ديال المجموعات. من المجموعة الأولى محمد الأسمر، عبد الفتاح بولقدان، حسن الطاكسي، محمد العامري. هاد المجموعات كلفت بندق فرح. المجموعة الثانية تكونت من محمد حسونة،
خالد بن موسى، محمد العرباوي، محمد العروسي. هاد المجموعة كانت المهمة ديالها هي تفرقعوا في لاكاسا ديسبانيا. المجموعة الثالثة فيها سعيد عابد، عادل الطايع، يوسف كوثاري. وهاد الجروب تكلف بمطعم بوزيتانو. المجموعة الرابعة تكونت من محمد مني، خالد الطايع، رشيد جليل. وكانت المهمة ديالهم يتفجروا في المقاضي الرابطة اليهودية. بداو بالجروب الاول اللي كانت الخطة ديالو على ان محمد العامري هو اللي غيدخل الاول، 3 الثانيين يقتلوا السيكوريتي ويتبعوا لداخل ويتفرقعوا في دقة واحدة. غير الخطة ما كملتش عاد، حيت قبل ما يوصلوا للوطيل حسن الطاوسي الدهشة هرب وخلاهم ب3. ملي وصلت 3 قدام الوطيل دخل العامري كما كان اتفق، ولكن عبد الفتاح بوليقدان محمد الاسمر ما قدوش على السيكوريتي اللي قدام الباب وما يتفرقعوا برا. من وقع هادشي العامري اللي دخل غيب من القوه ديال التفرقيع، ومنين ناض تخلع تحت الساكادو اللي فيه القنبله وهرب، ولكن شدوه شي ناس برا الوطيل. كانت خونا هو اول من طاح في يد البوليس واللي وضح بزاف ديال الحوايج. حسن الطاوسي اللي هرب شد من مورا العمليه بشي يامات في كازا. اما الجروب الثاني اللي قصد لاكاسا ديسبانيول فكان الخطه يذبحوا السيكوريتي ويدخلوا يتفرقعوا لداخل ديال الكلوب 4 بيو. وهادو نجحت الخطه ديالهم، بقى بنادم مشتت تما، بنادم ما بقاش ليه ملام حتى باش يعرفوا عائلاته. الجروب الثالث اللي مشى للمقر ديال الرابطه اليهوديه اقتحم محمد مهني وخالد الطايع المقر وتفرقعوا لداخل. منين شاف رشيد جليل شنو وقع شدو الخوف من داك الشيء، لاح الساكادو فرتح. رشيد جليل عاود داك الشيء اللي وقع من الاول حتى اللحظه اللي لاح فيها الساكادو هرب للمحكمه وللبوليس. هاد الجروب ما خلفش خسائر بزاف، لان لحسن الحظ المقر ديال الرابطه اليهوديه كان خاوي ديك الساعه. وبالنسبه للجروب الرابع اللي قصد مطعم بوزيتانو، هاد الجروب ما نجحوش في المهمه، حيت منين مشاو للمطعم ما خلاهمش السيكوريتي يدوزو وما يتفرقعوا برا المطعم. قبل ما ننسى من غير هاد العمليات ب4 وقع في نفس الوقت واحد التفجير ارهابي حدا المقبره د اليهود. هاد العمليه الخامسه ما تعرفش المشاركين فيها ولا كيفاش جرات، وتا واحد من اللي تشدو ما كان عارف شي حاجه على هاد العمليه. بالنسبه من هاد العمليات ب4 اللي معروفه وصل عدد الضحايا فيهم 52 فيكتيم، منهم 11 اللي تفجروا، اما الجرحى فكانوا دايزين ل100. منين عرفنا كيفاش وقع الهجمات ونعرفوا علاش وقعت هاد العمليات الارهابيه، كيفاش الشباب مقتبل العمر قدروا يزرعوا فيهم هاد الفكره ديال التفجير ويقتلوا ناس ابرياء ما دايرين لا بيديهم لا برجليهم. هادشي كيرجع للتاريخ حكم الملك الراحل الحسن الثاني للمغرب، وعلى الروينه اللي كانت نايضه بين العرش والتيار اليساري. خلى الملك يفتح بيبها الزعماء السلفيه، وهكا غيخلي التيارات يضربوا في بعضياتهم ويبقى النظام بعيد على السطح. هادشي زياده على الثوره اللي دارها الخميني في ايران، وكان باغي يصدر الثوره ديالو والفكر لدول اخرى. فالمغرب باش يحارب هاد الفكره دخل التيار السني وخلى السعوديه دير مدارس قرانيه كتأيد التيارات السنيه.
ولكن ملي وقع الحرب الخليج الثانية طلبت السعودية من أمريكا باش تحميها عسكريا. هنا انقسمت التيار السلفي على جوج، واحد من المؤيدي الفكرة ديال حماية من طرف الكفار في نظرهم، وكان أهم مؤيد لهذه الفكرة في المغرب هو الشيخ محمد المغراوي، والثاني اللي كيمنع على غير المسلمين أنه يتدخل في الشؤون ولا يكون متواجد في المنطقة الإسلامية. وهذه الفكرة اللي كانت مؤيدة من طرف الشيخ محمد الفيزازي، الأب ديال الفيزازي اللي كتعرف. الشيخ الفيزازي دار اجتماع من بعد الانقسام اللي وقع، وأعلن على أنه كيدعم الفكرة ديال أي هجوم مسلح على الأنظمة الموالية للنظام السعودي. وهكا بدات العداوة بين السلفية التقليدية بقيادة ديال محمد المغراوي والسلفية الجهادية بقيادة ديال الفيزازي الأب، واللي كان كيعاون في هذا الشيء الفيزازي الابن. وكان كل من الفيزازي الأب والابن كيجمعوا التبرعات في الجامع ديال أبو بكر الصديق في فاس، وكيدعوا الإخوان المسلمين للجهاد، وكيدعموا الجماعات الإرهابية السلاح والفلوس. وهذا الشيء كانت السلطة عارفة عليه. فعادي في التسعينات تكون دايز من حدا شي جامع وتلقى الكاسيطات ديال التفكير الجهادي كتباع عادي. فيزات السلفية الجهادية في ذاك الأيامات على 3 ديال المنظمات الإسلامية في المغرب: الجماعة ديال العدل والإحسان، واللي كانت كتشوفها مجموعة عامرة بالبدع، حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح اللي كانت كتشوفها خاضعة للسلطة، السلفية التقليدية اللي كانت كتشوفها كيوت في التعاملات ديالها ومهتمة غير بالأمور العقيدة. هادشي اللي غيخلي بزاف ديال الشيوخ يوليو متشددين في العقيدة ديالهم. في الأوائل ديال 2000 بانوا مجموعات اللي كتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر اللي تعرفوا بالوداديات، بداو في شي مناطق في فاس وانتشروا من بعد في غالبية المدينة. وكانت هاد المجموعات كتطبق كل ما جا في العقيدة ديالهم، وأي واحد تشد كيخالف هاد العقيدة غيطبق عليه الحكم التابع للمخالفة ديالو. وهكا بدات هاد المجموعات كتنشر الفكرة ديالها في باقي المدن، وهنا غنلقاو راسنا في دوار السكويل. والفكرة ديال التيار التكفيري اللي كيقتصر على أن أي واحد تابع السلطة ديال الدولة فهو كافر ومرتد عن الدين، كيطبق فيه حد الردة والتكفير. واللي كانوا معروفين بهاد التيارات التكفيرية هما الميلودي زكريا وأمير الدم يوسف فكري. وزيد على هاد الشيء الهجمات ديال 11 سبتمبر اللي وقعت في ميريكان اللي كان ليها تأثير كبير في السلفية الجهادية في المغرب. من هاد الشيء كامل، كيفاش بغيتي واحد الشاب اللي مضغوط بهاد التيارات التكفيرية الفكرة ديال الشهادة من أجل الجنة وحور العين، زاد عليها أنه جاي من خلفية اللي واكلة الدق ديالو بصح، ما غيتشبعش بهاد الأفكار الجهادية ويبغي يمشي للجنة ويلقى راسو داير حور العين. وهذا الشيء اللي طرا في 16 ماي خلت الدولة تاخذ إجراءات باش تحيد وتمسح من جدد هاد التيارات التكفيرية والجهادية. وزيد عليه المشروع ديال إعادة تهيئ الحقل الديني اللي كان أعلن عليه الملك محمد السادس في خطاب 30 أبريل 2004. وهكا غتكون سالات الحلقة ديالنا اليوم. عرفنا كيفاش وقعت أحداث 16 ماي وكيفاش الشباب في ذاك العمر قدروا يشحنوهم بأفكار جهادية وإرهابية. إذا بغيتي تزيد تعمق في هذا الشيء كاين كتاب ديال الجهاديون المغاربة وواحد المقال من مجلة الزمان تدوي بليطيطاي
على الأحداث اللي وقعت في 16 ماي. إذا بغيتي ندوي على شي موضوع خليني في التعليق. هذا ما كان الخوت والخواتات، كان معكم بالدارجة الله.